السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده هنعمل اكلة اقتصادية برضو زي ما احنا متعودين. هنعمل بديل الرز البسمتي. ايه هو بديل الرز البسمتي؟ لسان العصفور اللي هو اكلة الناس الغلابة يعني. مفيش مشكلة خالص. احنا جبنا معلقة سمنة وشوية زيت وحطيناهم فين؟ في الحل. هنحمر شوية لسان العصفور ومعاهم شوية شعرية، وهنعمل معاهم فراخ مشوية. تمام. الأكلة ديت يعني ممكن في ناس ممكن تقولك لا دي أكلة مش موفرة ولا حاجة ولا اقتصادية ولا حاجة، احنا كده كده ايه فيها فراخ، فما فيش مشكلة يعني ان احنا نحاول برضو ان احنا زي ما بنقول نمسك العصاية من النص. عملنا فراخ مشوية ومعاها لسان عصفور مثلا محمر ومختوم، شكله شكل الرز البسمتي بالظبط، ومعاها شويه شعريه. ادينا وفرنا وفرنا مثلا الرز البسمتي. تمام. يعني اهو زي ما بنقول بنمسك العصايه من النص ونحاول ان احنا نوسطن امورنا، يعني بحيث ان احنا ما نكلفش نفسنا تكلفه جامده. تمام يا حبايبي. زي ما احنا قلنا احنا جبنا الحله اهوت وحطينا فيها السمنه، ونبدا نجيب كيس لسان عصفور اهوت يا حبايبي، ونبدأ نفضيه اهو. تمام كده. نحمر اللسان العصفور كده. هنحط الشعرية امتى؟ الشعرية لو حطيناها في الاول مع اللسان العصفور الشعرية هتتحمر الاول فهتاخد لون الاول. لا، احنا هنحمر لسان العصفور اول ما يبقى بادئ يعني يبقى مصفر شويه كده او داخل على حمار حاجه بسيطه، نبدا نحط له بقى ايه شويه الشعريه، لان طبعا زي ما احنا قلنا ان الشعريه بتتحمر بسرعه قبل اللسان العصفور. فاحنا هنبدا نحمر اللسان العصفور كده زي ما انتم شايفين كده حبايبي. اول ما يتحمر شويه معانا ونحط معاه الشعريه هنرجع لكم تاني ونوريكم احنا عملنا ايه. رجعنا لكم يا حبايبي. بدا لسان العصفور بدا يصفر زي ما انتم شايفين كده اهو. هنبدا نحط ادي شويه شعريه معاه. تمام كده. ونبدا نقلبهم لحد ما يحمروا والاتنين ياخدوا نفس اللون بالظبط اهو زي ما انتم شايفين كده حبايبي. اكله جميله وسريعه ومش مكلفه وعلى قد ايدينا، ممكن اي حد يقدر ان هو يعملها. تمام اهو باذن الله تعالى. انا عماله افكر والله في اي وصفه من الوصفات، الحاجات اللي زي ما احنا قلنا على قد ايدينا، بس ده مش معناه يا جماعه ان احنا دايما نعمل حاجات كده. ممكن ان احنا نعمل مثلا حاجات مكلفه شويه، ما فيش مشكله يعني مره ولا مرتين مثلا في الشهر ولا حاجه، مش هتبقى متعبه قوي بالنسبه لنا في الميزانيه يعني. تمام. احنا بنحاول ننقي الحاجات اللي نقدر يعني اي حد واي مستوى ممكن يقدر ان هو يعملها، وحاجات جميله برضو يعني مش اكلات مش كويسه او كده، لا اكلات جميله برضو. نبدا نحمر زي ما انتم شايفين كده حبايبي. هنكمل بقيه التحمير وهنرجع لكم تاني. رجعنا لكم يا حبايبي، وده اللون اللي احنا عاوزينه طبعا في لسان العصفور والشعريه. بصوا بقى بالنسبه لنا البهارات هنحط معانا هنا معانا هنا مكعبات مرقه، معانا هنا شويه قرفه، معانا هنا شويه زعتر وشويه كركم وشويه كاري، والرشه اللي في النص دي رشه جوز الطيب. تمام. ومعانا هنا ورق لورا، ومعانا هنا برضو شويه فلفل اهو، وشويه بهارات مشكله اللي هي 7 بهارات بتاعتي. تمام. بالنسبه للقرفه، طب اللي مش حابب يحط قرفه ناعمه مفيش مشكله، ممكن يحط قرفه عيدان عادي جدا، مفيش اي مشكله خالص، ويبدا يشيلها. كل واحد على حسب هو بيحب ايه. تمام يا حبايبي. ونبدا نحطهم كلهم كده على اللسان العصفور والشعريه، ونبدا نقلب كل المكونات بتاعتنا وكل البهارات بتاعتنا معاهم بالشكل ده زي ما احنا كده شايفين اهو. تمام كده يا حبايبي. ونبدأ نحط مقدار المية بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين كده. برضه نبدأ نقلب اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. بصوا المية وجمالها وريحتها بسم الله ما شاء الله جميلة يا جماعة.
نزود شويه ميه صغيرين. تمام اهو يا حبايبي بالشكل ده. بصوا اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. ونسيبها بقى خالص لحد ما تبدا اللسان العصفور يبدا يتشرب خالص مننا. واول ما يتشرب هنوطي عليه خالص زي الشمعه. تمام عشان ما يتحرقش مننا من تحت. تمام يا حبايبي. واول ما نخلصه هنرجع لكم تاني ان شاء الله. اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده اول ما يتشرب بالشكل ده نبدا نوطي عليه خالص زي الشمعة لحد ما يستوي براحته خالص. تمام. واحنا بنقدمه ان شاء الله مع الفراخ المشويه هنرجع لكم تاني ونوريه لكم. ورجعنا لكم تاني يا حبايبي واحنا بقى بنقدم الايه اللسان العصفور زي ما احنا اتفقنا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو يا حبايبي ريحته جميله بسم الله ما شاء الله. شايفين ورق اللورا اللي احنا حطيناه اهو. بصوا يا حبايبي بالطريقه دي كده اهو. زي ما انتم شايفين كده. وهنجيب بقى الايه الفراخ المشويه زي ما اتفقنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم عليه بالشكل ده كده اهو. اهو يا حبايبي. تمام كده. واي جرنش بقى اي حاجه عندنا اي حاجه احنا حابينها اي شكل احنا حابينه. يعني انا عامله طماطم كده اهو زي ما انتم شايفين. يا رب بس تكون الصوره واضحه. اي شويه جزر شويه خيار اي حاجه اي شكل هنحطه بس في الاركان كده بالشكل ده كده اهو. حاجه بس تعمل شكل كده تكسر اللون شويه. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي اهو بالشكل ده. دي جزرايه باي طريقه وباي شكل يعجبكم باي خضار بس مجرد بس ايه منظر بس كده وشكل يكسر بس الالوان ويديها شكل جمالي ايه شكل حلو كده اهو. زي ما انتم شايفين كده اهو بالشكل ده. وده الطبق بتاعنا. يا رب باذن الله وصفاتنا تعجبكم وتكون سهله وبسيطه عليكم وان شاء الله ما تبقاش مكلفه. واشوفكم ان شاء الله يا حبايبي الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.